السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي الحدث الدولي. نناقش اليوم تأثيرات ما اصطلح عليه بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي صوت عليه الكونغرس الأمريكي بغرفتيه الأسبوع الماضي رغما عن الفيتو الرئاسي والمعارضة الشديدة لهيئة الاستخبارات الأمريكية. ويتيح هذا القانون لضحايا هجمات 11 من أيلول متابعة المملكة العربية السعودية قضائيا بحكم تورط عدد من مواطنيها في الهجمات. مشروع القانون هذا الذي أخذ وقتا طويلا قبل نضجه والمصادقة عليه أخيرا من قبل الكونغرس بأغلبية ساحقة وجد صدى واسعا وسط الناجين من أحداث 11 سبتمبر 2001 وأسر الضحايا كما تظهره الصورة. وبالتالي فقد عرض الرئيس باراك أوباما للعديد من الانتقادات بعد أن استعمل حقه في نقضه وهو على وشك مغادرة البيت الأبيض في ختام ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة. ويمنح هذا القانون للأمريكيين من ضحايا تلك الأحداث وأسرهم إمكانية مقاضاة السعودية أمام المحاكم الأمريكية ومطالبتها بتعويضات على اعتبار أن 15 إرهابيا من بين 19 منفذي الهجمات يحملون الجنسية السعودية، فضلا عن كون مدبرها ومن حض عليها هو السعودي أسامة بن لادن الذي ينحدر من عائلة سعودية بالغة الثراء ومقربة من أسرة آل سعود المالكة، علما أن الرياض أسقطت في حينها الجنسية السعودية عنه وتبرأت منه، لكن ذلك لم يسقط الشكوك في تورطها بكيفية من الكيفيات في تلك الهجمات. وسبق للرياض أن هددت على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أن تثبيت هذا القانون بعد نقض أوباما لمشروعه سيضر بالعلاقات الطويلة الأمد بين واشنطن والرياض. العديد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب انتقدوا موقف أوباما وهو يتهيأ لمغادرة منصبه، متهمين إياه بأنه يدافع عن السعودية على حساب ضحايا 11 سبتمبر وأسرهم. وسبق للرئيس أوباما أن أبطل بالنقد 9 مشاريع قوانين صادق عليها الكونغرس، وهذه هي المرة الأولى خلال فترتيه الرئاسيتين التي تقرر فيها الهيئة التشريعية بمجلسيها إلغاء النقد الرئاسي، علما أن الجمهوريين يسيطرون على المجلسين ويهمهم حسب الملاحظين أن يدعموا مرشحهم للرئاسية الوشيكة دونالد ترامب في مواجهة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بإظهار الديمقراطيين غير مهتمين بمشاعر مواطنيهم. يصدر التذكير هنا أن كل من المتنافسين في الرئاسيات القريبة القادمة دونالد ترامب وهيلاري كلينتون صرح أنهما ما كان يعارضان ذلك القانون لو كان في البيت الأبيض. مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب بكم في هذا العدد الجديد من برنامج الحدث الدولي. أناقش هذا الموضوع برفقة كل من البروفيسور مخلوف ساحل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر والمحلل السياسي. أهلا بكم بروفيسور. أهلا وسهلا، مساء الخير لك. وأيضا معنا الأستاذ حسن موالي مدير تحرير صحيفة لو طون دالجيري. أهلا بك حسن. أهلا عبد الله، السلام عليكم. كما سيكون معنا من مدينة قالما الشرقة العاصمة الجزائرية الأستاذ مالك عزوزي. أستاذ مالك أهلا بك. مرحبا بك أستاذ عبد الله. شكرا أستاذ مالك على أن يلتحق معنا مشاهدينا الكرام بعد قليل في النقاش الأستاذ فرات البسام رئيس تحرير صحيفة أنباء اليوم السعودية من العاصمة الرياض. أبدأ معك أستاذ مالك عزوزي، أنتم كخبير في القانون الدولي ماذا تعني هذه الخطوة، مصادقة الكونغرس الأمريكي بغرفتيه على هذا القانون؟ شكرا جزيلا أستاذ عبد الله. بداية يجب أن أوضح ملخص لهذا القانون، وهو ملخص مأخوذ من موقع الكونغرس الأمريكي. جيد. قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب هو عبارة عن قانون يعدل القضاء الاتحادي الأمريكي يهدف لتضييق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية من خلال السماح لمحاكم الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات مدنية ضد دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي نتيجة أضرار تنجم عن أي عمل
إرهابي يرتكب داخل الولايات المتحدة الأمريكية من قبل دولة أجنبية أو مسؤول. طيب بعيدا عن الآن فهمنا، يعني وصلت رسالة حول معنى هذا القانون. الأنباء تتحدث عن شروع بعض العائلات في خطوة عملية، يعني مقاضاة المملكة العربية السعودية. كيف ستتم الإجراءات قانونيا؟ جيد. هذا القانون للتذكير فقط، لم تذكروا في تقريركم أنه قانون يسري بأثر رجعي إلى غاية 11 سبتمبر 2001، رغم أنه لم يذكر العربية السعودية ولا أحداث 11 سبتمبر بالاسم، إلا أنه في المادة الأخيرة من هذا القانون يعود تنفيذه بأثر رجعي إلى 11 سبتمبر 2001. هذه العائلات التي رفعت دعاوى في المحاكم الأمريكية أو لم ترفع، هي سترفع دعاوى محدودة التنفيذ، يعني تنفيذ هذه الدعاوى أو تنفيذ أحكام القضاء الأمريكي مستقبلا ستكون أمام استحالة عملية، لأن هذا القانون لا يمكنه أن يتعدى حدود الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للعيوب التي تشوبه. كيف لا يمكنه أن يتعدى خارج الحدود الأمريكية؟ لأنه يصطدم ويتعارض مع الكثير من مبادئ القانون الدولي. من بين هذه المبادئ مبدأ حصانة الدول وممتلكاتها من القضاء، من الولاية القضائية الداخلية، والذي نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدول من الولاية القضائية الداخلية لسنة 2004. اسمعني سيدا الآن أستاذ عبد الله، وحكم محكمة العدل الدولية بتاريخ 5 ديسمبر 2011 في قضية حصانة الدول من الولاية القضائية، والذي رفعته ألمانيا ضد إيطاليا، حيث قضت محكمة العدل الدولية وقتها بأن إيطاليا قد انتهكت التزامها باحترام الحصانة التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا بموجب القانون الدولي، بسماحها برفع دعاوى مدنية ضدها استنادا إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة من طرف الرايخ الألماني بين عامي 43 و45 من القرن الماضي. كما اعتبرت المحكمة كذلك أن إيطاليا قد انتهكت التزامها باحترام الحصانة التي تتمتع بها ألمانيا بموجب القانون الدولي باتخاذها. طيب نفهم من كلامكم أستاذ مالك عزوزي أن هذا القانون المصادق عليه أمريكيا يخرق القانون الدولي الإنساني. ابقى معنا أستاذ مالك عزوزي. بروفيسور مخلوف ساحل، كيف يمكن لقانون كهذا يخرق القانون الدولي الإنساني وأيضا لقي معارضة شديدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأيضا هيئة الاستخبارات الأمريكية المركزية وأيضا قطاع واسع من الإعلام الأمريكي؟ كل هذه المعارضة ولكن تم تمرير المشروع. ما الهدف من تمرير هذا المشروع؟ لا، الجانب السياسي. نعم، شكرا. هو تم تمرير المشروع ببساطة لأنه الأغلبية اليوم الموجودة على مستوى الغرفتين هي تقريبا مخالفة للرئيس الأمريكي، وكلنا نتذكر أنه في السنوات الأخيرة خاصة في العهدة الثانية للرئيس الأمريكي كان هناك تصادم كبير بين مؤسسة الرئاسة الأمريكية والمؤسسة التشريعية الممثلة في يعني نعم التي هي تحت قبضة الجمهوريين. لهذا السبب تلاحظ بأنه بالإضافة إلى هذا الموقف المتعارض بين المؤسستين ورفض الرئيس الأمريكي لهذا القانون ولوح بأنه سوف يستخدم الفيتو إضافة إلى إضافة إلى مؤسسة الاستخبارات التي أكدت بأنه هذا النوع من القوانين تتعارض مع المصالح الحيوية الأمريكية، وهو في الواقع يعيد النظر ليس فقط كما قال الأستاذ وهو محق في أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وإنما أستاذ مالك نعم وهو إنما سوف يخلق اصطدام بين الولايات المتحدة الأمريكية كدولة متحالفة تقليديا مع المملكة العربية السعودية. بالنسبة للسؤال الجزء الخاص بالجانب القانوني الأخ عبد الله، يجب أن نذكر المشاهد الكريم بأنه هذا النوع من التحرك الأمريكي ليس بجديد. ففي سنوات الخمسينات والستينات كانت الإدارة الأمريكية آنذاك أصدرت قوانين تمنع التعامل على الشركات الأمريكية مع كوبا بحكم الحصار المفروض على كوبا. وهذه القوانين، هذا قانون سياسي؟ تقول أنه سياسي؟ أكيد الأخ عبد الله، هذا النوع من القوانين هي لا يمكن أن تفصلها عن الجانب السياسي. القانون لا يمكن أبدا أن نفصله عن السياسي. كيف يمكن أن يكون سياسي وكيف يمكن توظيف هذا القانون سياسيا مثل ما قلت؟
قبل أن أصل حتى نستثمر الوقت، لأنه تحدثنا عن نعم. أنا كنت سوف أجيب على سؤالك إذا كان تحدثت عن القانون الثاني اللي صدر في منتصف التسعينات، وهو قانون هلمس بلوك الذي استهدف من خلاله الإدارة الأمريكية آنذاك إيران باعتبارها من الدول اللي وصفتها على أنها دولة مارقة. وهذه القوانين أخ عبد الله اللي يجب أن نوضح الفكرة أنها قوانين من ذات أصول أمريكية، بمعنى قوانين وطنية. والمشكل الذي وقع بالنسبة لعملية تنفيذها أنها فرضت على الشركات غير الأمريكية، بمعنى لو كنت مالكا لشركة أوروبية وتتعامل مع شركة من شركة أمريكية، سوف يمنع عليك أن تتعامل مع هذه الشركة الأمريكية في حالة ما إذا تأكدت الإدارة الأمريكية أن لديك علاقات تجارية مع شركة إيرانية. نفس المنطق سوف يتم تطبيقه بالنسبة لهذا القانون. لهذا السبب الأستاذ المتحدث من جالما كان محقا حينما قال بأنه يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية الذي يقوم عليه القانون الدولي، وهو مبدأ حصانة الدول. وتلاحظ أيضا أنه في السلوك السياسي الأمريكي في كثير من الحالات نجد نوع من تناقضات. وأحسن مثال عن ذلك الأخ عبد الله أنه الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من الدول المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. طيب الآن نتحدث عن خرق أمريكي لهذه الهيئات الدستورية والقانونية الدولية، ما الهدف من هذا الخرق؟ لا هنا ممكن أخ عبد الله كما قلت الاختلاف القائم اليوم هو بين من يملك الأغلبية في الكونغرس وفي المؤسسة التشريعية الأمريكية وهم الجمهوريين. أكيد بأنهم يريدون إحراج الرئيس الأمريكي في إطار حسابات انتخابية، أكيد في إطار حسابات انتخابية. وهنا ممكن المرشحين الحاليين تلاحظ بأنه في تصريحاتهم الأخيرة قالوا بأنهم لو كان رئيسين يعني يمارسون لما كان عرض هذا القانون. وهذا يعني له قراءة سياسية كبيرة جدا. ترجح أن يكون هذا القانون أستاذ حسان في سياق حسابات انتخابية داخلية أمريكية؟ لا أظن ذلك، لا أظن ذلك. لماذا؟ لأن يجب أن نعرف أن هذا القانون صدق من طرف مجلس النواب. مجلس النواب فيه حوالي 300 على ما أظن 395 نائب، 94 نائب فقط صوتوا بلا، صوتوا مع باراك أوباما. إذن حوالي 40% من نواب الحزب الديمقراطي حزب أوباما صوتوا نعم لهذا القانون. إذن خرقوا يعني تمردوا على أوباما. وفي مجلس الشيوخ للسيناء 98 سيناتور 97 صوتوا نعم مع القانون، واحد فقط وهو رئيس مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي هو الذي. إذن هناك إجماع حزبي ديمقراطي وجمهوري للحزبين القويين في الولايات المتحدة صوتوا لصالح هذا القانون. أنا أظن هو يعني نوع من التنصت. يعني هناك الشارع الأمريكي كأنه جس نبض، ليس جس نبض. الشارع الأمريكي هو مبدئيا ضد العربية السعودية. لنقول الرأي العام الأمريكي بصفة عامة منزعج كثيرا من العلاقة القوية جدا بين الإدارة الأمريكية والعربية السعودية التي ترى من طرف من أمريكا كأنها راعية للإرهاب. والدليل على ذلك هو أن أسامة بن لادن هو في حد ذاته يعني من أسامة بن لادن تبرأت منه المملكة العربية السعودية وسحبت الجنسية. ولكن من بين 19 الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر 2001 15 منهم من أصول سعودية. طيب كيف ترد على حسن، كيف ترد على الرأي القائل أن كل مثل ما قرأت اليوم في الصحافة العالمية أن كل هذا القانون هو يأتي تحضيرا للتملك رؤوس الأموال السعودية التي الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والمقدرة بأكثر من 3 تريليون صحيح. هناك دولار حسب أمريكي. المعطيات الأولية هناك حوالي 570 أو 590 مليار دولار من أصول سعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا لا أعتقد أن حتى أن رغم أن العربية السعودية قد يعني أنذرت الإدارة الأمريكية أنها ممكن جدا أن تسحب هذه الأصول، ولكن هذا غير مستبعد بتاتا لأنه هو بمثابة يعني انتحار سياسي
سياسي، انتحار دبلوماسي بالنسبة للسعودية، لأن السعودية أمريكا بالنسبة للسعودية كمظلة أمنية. C'est un parapluie diplomatique pour le régime saoudien. Donc je ne vois pas comment l'Arabie saoudite puisse tenter le diable, c'est le mot, c'est le cas de le dire, puisse tenter le diable de rapatrier les avoirs تاعها في العربية السعودية. Donc غير مستبعد كثيرا. وأنا أظن هو تغير في الرأي العام الأمريكي، الرأي العام يعني الشعب الأمريكي البسيط يعني منزعج كثيرا من العلاقة الحميمية تقريبا بين الولايات المتحدة والسعودية، لأن السعودية لن تستمر في رأيك هذه العلاقة الحميمية؟ أنا أظن ستستمر على الأقل عقد من الزمن 10 سنوات ستستمر. ستكون هناك أزمات مفتعلة بين البلدين، ولكن مبدئيا لوكوبل كما خل سيسحلي لوكوبل سيستمر العلاقة القوية بين هي علاقة يعني تاريخية بدأت منذ سنة 1945. فليس من السهل عليك أن تقطع علاقتك مع الصديق حميم منذ سنوات. إذن أظن أن ليس لها علاقة كثيرا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. لماذا؟ لأن الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي كلهم صادقوا على هذا القانون، وحتى أن المرشحين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون صرحوا أنهم لو كانوا رؤساء سيتبنون هذا القانون. إذن هي نوع من نوع كلينتون ودونالد ترامب كأنهم يريدون القول للأمريكيين نحن معكم يا رأي العام، إذا انزعجت من سياسة العربية السعودية نحن في نفس نتخدق في نفس هذه يا جبان. أستاذ مخلوف تفضل. إضافة لما قاله الأخ حسن أنه من وجهة نظر قانونية أنا ممكن أتفق مع ما قاله زميلنا من قلمة أنه عمليا يستحيل تنفيذ هذا القانون، ليس فقط من وجهة أنه يتعارض مع القانون الدولي ويعيد النظر في أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي حصانة الدول، لأنه لو سلمنا بوجود قانون مثل هذا وتنفيذه هذا يعني أننا سوف نقلب رأسا على عقب المعادلة القانونية التي تحكم العلاقات الدولية منذ 1648، وبالتالي في اعتقادي سوف نكون أمام فوضى قانونية عالمية. وبالتالي هذا ممكن ما يدفعني الحديث عن مستوى ثاني من وجهة نظر قانونية، أنه عمليا سوف يستحيل تنفيذ هذا القانون. لماذا؟ لأن أنت كمحامي إذا رفعت قضية على أساس اتهامك للدولة السعودية فسوف تكون مرغما أمام القضاء الأمريكي أن تقدم ليس فقط هذا الدليل الذي يقول بأنه 19 من منفذي عمليات 11 سبتمبر كانوا من جنسية سعودية، بالتالي تسند دعواك القضائية على أساس الجنسية فقط. معنى القاضي الأمريكي لا أعتقد بأنه سوف يكتفي بالأخذ كدليل بالجنسية، وإنما سوف يكون من يرفع الدعوة سوف يكون مطالب بتقديم الدليل على وجود علاقة عضوية عملية بين السعودية كدولة ومنفذي الجريمة. شيء ثاني اللي ممكن تسمح لي أخ عبد الله، أنه ممكن هذه الاستحالة القانونية تدفعنا إلى القول بترجيح فرضية أخرى، وهو أنه بإمكان هذا القانون أن يستخدم كورقة ضغط لمساومة الدولة السعودية، ممكن مساومة مواقفها. إذا كان لاحظت مثلا سنأتي للحديث عن هذه النقطة. نعم. أستاذ أريد أن أسأل حتى أختم مع الأستاذ مالك أعزوزي من قلمة. أستاذ مالك، هل نتحدث الآن عن قانون أمريكي دون مجرى عملي، يعني دون يعني ضوابط تحكمه وتؤكد وتفرض على السلطات الأمريكية أمور معينة، يعني تفرض عليها تنفيذه على أرض الواقع؟ في الحقيقة يمكن تنفيذ هذا القانون على الأراضي الأمريكية في حالة موافقة العربية السعودية أو أي دولة أخرى ترفع على ضدها قضايا موافقتها على المثول أمام المحاكم الأمريكية. ولكن لا أعتقد أن هذا الأمر سيحصل، لأنه هذا الأمر سيخل بمبدأ آخر من مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، ومبدأ آخر هو مبدأ أصول المحاكمة الدولية، لأن الدول تتقاضى على مستوى محكمة العدل الدولية وبرضاها وليس أمام المحاكم الوطنية. وهناك فرق
كبير بين القانون الجنائي الدولي والذي تختص به المحكمة الجنائية الدولية وبعض المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، وهو قضاء يرفع الحصانة عن القادة والرؤساء في حالة ارتكابهم لجرائم دولية كجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجريمة. طيب حتى نفهم في هذه الجزئية بالضبط أستاذ مالك، في هذه الجزئية هل الآن القضاء الأمريكي ربما مستعد ل يعني استقبال دعاوى المواطنين الأمريكان وتفعيلها؟ نعم، في الآن القضاء الأمريكي مستعد لاستقبال دعاوى المواطنين الأمريكان، ولكن الإشكالية ستكون في إذا أرادت الولايات المتحدة تنفيذ هذه الأحكام ستثور إشكاليات أمام محكمة العدل الدولية، وعندها يمكن لأي دولة يرفع أشخاص ضدها دعاوى أمام المحاكم الأمريكية أن ترفع دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية وأمام محكمة العدل الدولية بدعوى انتهاك الالتزام باحترام حصانة الدول من الولاية القضائية الداخلية. وفي هذه الحالة سنكون أمام أمرين. الأمر الأول هو أن تحكم محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ستمرغ وجهها في التراب كما سبق وأن فعلت معها في العديد من القضايا، أشهرها قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراغوا وضدها سنة 1986 حيث خسرت الولايات المتحدة القضية ضد نيكاراغوا، وجاءت هذه القضية بالكثير من مبادئ القانون الدولي، كما خسرت الولايات المتحدة أيضا قضية لاغراند التي رفعتها ألمانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. الحالة الثانية هي إذا رفعت الدولة هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية وحكمت محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص أو لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، هنا سيفقد واحد من أهم أجهزة الأمم المتحدة مكانته وسمعته الدولية التي عرفناها عنه منذ سنة 1946. وربما الولايات المتحدة الأمريكية تحاول من خلال هذه الخطوة القضاء على أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية كما قضت سابقا على فعالية مجلس الأمن، ربما أنها ستحاول الآن القضاء على فاعلية محكمة العدل الدولية في الهاغ. أشكرك جزيل الشكر أستاذ مالك عزوزي خبير القانون الدولي الإنساني، كنت معنا من مدينة جالما في شرق العاصمة الجزائرية. أستاذ حسن موالي، الآن كونا ربما فكرة عن قانونية أو عدم قانونية هذا القانون. الآن في الجانب السياسي هذا القانون يأتي في بعد تقارب أو حديث عن تقارب أمريكي غربي مع إيران بعد التوقيع على الملف النووي الإيراني، يأتي أيضا مع تصاعد الحملة الدولية على تنظيم داعش. هل نتحدث الآن عن توازنات جديدة يتحضر لها عبر هذا القانون؟ نعم. أشير فقط لو سمحت عبد الله أن بداية الشكاوي إيداع الشكاوي في المحاكم الأمريكية بدأت اليوم يوم الاثنين. يعني السيدة ستيفاني روس دي سيمون أودعت شكوى ضد السعودية في مجلس قضاء واشنطن بدليل أن زوجها الذي يسمى باتريك دان قد اغتيل في أحداث كان يشتغل في البحرية الأمريكية لا يو اس نيفي. حتى نستثمر الوقت. لقى حتفه في يعني ودعت الشكوى الأولى اليوم. بدأت يوم الاثنين. بالنسبة لسؤالي فيما يخص السؤال عودي الفكرة. السؤال سألتك إن كان عن توازنات حول إيران. عن توازنات دولية يمكن أن يتحضر لها أو يتم تحضير لها الآن بعد هذا القانون. أنا أظن أن عقد اتفاق حول النووي الملف النووي الإيراني، أنا من بين الذين يعتبرون أن الولايات المتحدة قد بدأت في تغيير سياستها في الشرق الأوسط بصفة عامة. فمنذ 45 يعني هي حليفة استراتيجية للعربية السعودية، ولا ننسى أن إيران كانت الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في الخمسينات والستينات في وقت الشاه إيران. يعني كانت حليف استراتيجي، وحتى أن إسرائيل هي التي ساعدت إيران لتمتلك السلاح النووي. يعني بداية إيران التكنولوجيا النووية كانت من طرف إسرائيل، حتى وقيل شيمون بيريز كان من ضمن الخبراء. المهم إذن أظن أن التاريخ سيعيد نفسه، فإيران ممكن جدا
في 5 سنوات أو 10 سنوات أن تصبح من جديد حليف استراتيجي للولايات المتحدة، ليس بالضرورة على حساب العربية السعودية، المملكة السعودية، لأنها حليف قوي جدا للولايات المتحدة، ولكن أمريكا هي استراتيجيتها مبنية على البراغماتية المعروفة، c'est un pays pragmatique. Il va avoir deux fers au feu كما يقولوا. عنده العربية السعودية قطب سني، وعنده إيران قطب شيعي، يمكن بها elle va moduler les relations internationales. طيب أستاذ لو سمحت سنشرك معنا الأستاذ فرات البسام من مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، هو رئيس تحرير صحيفة أنباء اليوم السعودية. أستاذ فرات أهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير، تحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين. تحية متبادلة أستاذ فرات، أهلا بك مرة أخرى. أستاذ فرات، نحن نتحدث في قبل قليل تحدثنا عن الجانب القانوني، ونحن نتحدث الآن عن الجانب السياسي. كيف تعاملت ورأت النخب السعودية والسلطات السعودية هذا القرار وهذا القانون الأمريكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هي ليس نظرة السعودية فقط، لكن هي نظرة العالم بأجمع أن هناك اختراق أو خرق للقانون الدولي ولقوانين الأمم المتحدة في هذا القرار. وأعتقد ولا يخص السعودية يعني مباشرة، وإنما قد تكون السعودية أحد الأطراف، مثل ما هي تخص مصر والإمارات وتخص أي دولة أخرى ممكن أن تجلبها أمريكا حسب المادة الثالثة من هذا القانون. تعتبر أن بعض المنظمات تنشط من خلال أفراد ومجموعات تجمع لها الأموال، ومن حق في الفقرة الثانية أيضا في هذا القانون من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلب أو أن تقاضي أي دولة. طيب سيد فرات لما يتحدث السيد رئيس لجنة السيد سلمان الأنصاري رئيس لجنة شؤون العلاقات الأمريكية السعودية عن وجوب الاحتياط من طعنات الظهر من قبل الحلفاء قبل الأعداء، ماذا يعني بذلك؟ يعني انه لاحظ اخي فاضل انه المملكه العربيه السعوديه منذ البدايه كانت هي دوله مستهدفه من قبل الارهاب، وايضا هي اكثر دوله واكبر دوله حسب الاحصاءات وتاريخنا الحديث انه المملكه العربيه السعوديه هي من حاربت الارهاب منذ عقود ومنذ القرن الماضي، وهذا مشهود له ولغايه الان ولغايه اليوم. عندما ياتي اي قرار الان اذا اراد ان يمس المملكه العربيه السعوديه، فأعتقد أنه هو واضح يكون استهداف سياسي أكثر ما هو استهداف قانوني. الشيء الثاني أنه المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تكون مشمولة بهذا الأمر حسب تقارير الاستخبارات الأمريكية والتي ذكرها جون برينر في شهر يوليو، أنه لم يتم رصد أي خيط أو مدلولات تشير إلى علامة المشاركة المملكة العربية السعودية كدولة أو كمؤسسة أو كمسؤولين بأحداث 11 سبتمبر. إذن وهذا أيضا عرضت على الكونغرس، والكونغرس أيضا أعطى نفس التقرير، وهذا يدل على أن المملكة العربية السعودية ليس لها أي خيط أو مدلولات تشير له. لكن إذا ما أرادت أن هناك أكثر من 2000 شخص حاولوا أن يقوموا بتقديم دعاوى من الجرحى والقتلى ضد بعض الدول العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، ولكن هذا أعتقد مؤشر واضح. طيب إنه الهدف ليس المملكة العربية السعودية. نحن لا ننسى التصريح الذي يعني أدلى فيه أيضا رئيس الاستخبارات الأسبق من 2003 جيمس ويلز، الذي ذكر في جامعة أكسفورد في بريطانيا أنه الهدف الأول كان العراق هدفه تكتيكي، والسعودية هو الهدف الثاني الاستراتيجي، والهدية هي مصر. وأنا أعتقد إذا ما استهدفت هذه الدول فيتأكد العرب جميعا ودول الشرق الأوسط أنها قريبة جدا من هذه المحاكمات ومن خرق السيادة لهذه الدول. ابقى معنا أستاذ فرات لو سمحت حتى نغوص في هذه النقطة بالضبط. أستاذ مخلوف ساحل، الآن هذا الخطاب وهذا الرأي وهذا التحليل الذي قدمه الأستاذ فرات البسام هل يعني استشعار خطر كبير يدهم الآن المملكة العربية السعودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الحليف رقم 1 للمملكة؟ لا، هو ممكن هناك نوع من القلق السعودي إزاء هذا النوع من السلوكات الأمريكية إن صح التعبير. تلاحظ معي الأخ عبد الله أنه
بداية هذا التباعد الأمريكي السعودي لم يظهر فقط مع مع هذا القانون، وإنما التباعد كان في الواقع ابتداء من أحداث 11 سبتمبر. تلاحظ بأنه موقف الرأي العام الأمريكي كما تفضل الأخ حسن منذ حين، الموقف السلبي للرأي العام الأمريكي تجاه السعودية بعد أحداث 11 سبتمبر في اعتقادي ساهم في بلورة هذا النوع من السلوكات. اثنين، التباعد الأمريكي السعودي ظهر أيضا من خلال التقارب الأمريكي الإيراني، وهنا ممكن فيه محاولة من طرف الأمريكان لإعادة ربط العلاقات مع إيران من منطلق حسابات جيوسياسية مرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن إيران هي التي تقود ما يسمى بالعالم الشيعي. وهنا لابد أن أشير ولو ضمنيا بأن الاحتلال الأمريكي أو العمل التدخلي الأمريكي في العراق سنة 2003 كان سببا مباشرا في تصاعد هذا المد الطائفي في المنطقة، وبالتالي نوع من التقارب التكتيكي والاستراتيجي بين أمريكا وإيران فيما يخص ملف المشروع النووي. والولايات المتحدة الأمريكية تقريبا لعبت دورا إيجابيا مقارنة بدولة كفرنسا مثلا. لو تقارن بين الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي فيما يتصل بالمفاوضات الغربية مع إيران إزاء المشروع النووي الإيراني، تلاحظ بأن أمريكا كانت عندها نوع ليونة ونوع من الوسطية والاعتدال مقارنة بفرنسا، حتى أن فرنسا اتهمت على أنها كانت تقف موقف يخدم أكثر المواقف الإسرائيلية والموقف الإسرائيلي. هذا لا يعني أن هذا التقارب الأمريكي الإيراني سوف يكون على حساب العلاقات التاريخية السعودية الأمريكية. بالنسبة للأمريكان السعودية تبقى دولة وحليف مهم بالنسبة لهم في المنطقة. ممكن ظهرت حسابات أخرى، ممكن كما قال في أحد تصريحاته المرشح ترامب أنه من يريد الحماية ومن يريد الأمان عليه أن يدفع أكثر. لهذا السبب أعود وأقول أنه يمكننا أن نضع فرضية ونقول أن هذا القانون في اعتقادي هو مناورة إضافية يمكن أن تستخدم كورقة ضغط لمساومة السعودية في ملف ما. أنا أشاطر ما قاله الزميل ساحلي غير يعني ساحلي شيخ مخلوف ساحلي غير ممكن أن نفكر في أن الولايات المتحدة ستتخلى نهائيا عن العربية السعودية، فهي ورقة ضغط لا أكثر ولا أقل، لأن هناك مشكل تطبيق عمليا تطبيق القانون. نعم، تصور معي مواطن أمريكي ذو أصول فلسطينية، هل يمكن له أن يذيع شكوى ضد إسرائيل مثلا؟ عنده الحق في إطار هذا القانون، أمريكي ولكن عنده أصول فلسطينية، يعني يذيع شكوى ضد إسرائيل على الجرائم ضد شيمون بيريز لو لم يمت مثلا ولا ضد نتنياهو. هذا القانون يعطي له الحق بأن يذيع شكوى لأنه أمريكي، ولكن هو فلسطيني، ولكن كأمريكي يستطيع أن إذن الحديث الآن عن كيفية استغلال هذا القانون وليس عن القانون في حد ذاته. l'aplicabilité de cette loi elle est impossible. مثلا إيرلندي أمريكي يذيع شكوى ضد بريطانيا مثلا، غير ممكن. هناك مشاكل عويصة جدا. c'est pour ça que je pense كما قال سي مخلوف c'est beaucoup plus قانوني سياسي قانوني وورقة ضغط على السعودية لكي تمد دراهم كتر بالك للأمريكان ولا لتدفعها لأن ترضخ ببروز إيران كقوة إقليمية. طيب. يعني تجابه السعودية. هنا أريد أن أسأل أستاذ فرات. نعم أستاذ فرات، هل تدفع هذا أو يدفع هذا القانون كالذي يقدم الآن من طرف الأساتذة الحاضرين هنا في الاستوديو كأنه ورقة ضغط ضد المملكة العربية السعودية، هل سيدفع المملكة إلى إعادة النظر في قائمة حلفائها وأولوية الحلفاء خصوصا مع أزمات المنطقة؟ نعم، بالنسبة للمملكة العربية السعودية لديها أعتقد أنه اتجهت بنسبة تجاريا يعني بنسبة 69% إلى شرق يعني شرق آسيا،
وهذا واضح. وإذا أرادت المملكة العربية السعودية لو أرادت أن تغير بوصلة اتجاهها الاقتصادي لحملت استثماراتها إلى الصين، فسوف تكون الصين هي أكبر دولة اقتصادية بالعالم، وسوف تنهار حتى الولايات المتحدة الأمريكية. طيب الآن المملكة العربية السعودية لديها خيارات. نعم طبعا بالتأكيد، ولا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها عد أكثر من 20 تريليون، وهذا ما اعترف فيه ترامب على شاشات التلفزيون في مناظرة مع كلينتون منذ أيام قليلة، من 20 إلى 25 تريليون. يعني أمريكا هي الآن لا تعرف ماذا تفعل، ولذلك يعني أصدرت هذا القانون في بعض الفقرات، يعني حتى هي في الفقرة الرابعة على ما أعتقد أنها توضح حتى من يحرض حتى أو لماذا حرض هذا الشيء تحت الفصل 113 من باب 18 القانون الأمريكي. وأيضا غيرت حتى في القانون الرئيسي في المادة 2.333 من المادة 18 من القانون الأمريكي في تعديل القانون الأمريكي الذي يسمح لها الآن باختراق أو خرق سيادات الدول والشكوى عليها وجلبها أمام المحاكم الأمريكية. إذن الموضوع ليس هو سعودي أمريكي، لا، الموضوع أكبر. الموضوع الآن أصبحت من حق حتى في الفقرة السادسة من الغرض القانوني من هذا، يحق حتى الجزائر أن تقيم دعوة ضد فرنسا، ومن حق العراقيين يقومون دعوة بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم. يعني هذه الفوضى وهذا القانون أنا أعتقد أنه غير مدروس بطريقة صحيحة، ولكن هي كانت أنا أعتقد هو ضغط من الجمهوريين، لأنه الانتخابات قادمة قريبا جدا. تفضل حسن. حاول الجمهوريون أن يضغطون بهذا القرار من أجل استعطاف الشعب الأمريكي في هذه القضايا. تفضل حسن تكلم. أستاذ لو سمحت، حتى النواب الديمقراطيين صوتوا على هذا القانون. يعني لو تلاحظ معي في مجلس الشيوخ 97 سيناتور صوتوا لصالح هذا القانون، ومن بينهم نصف ديمقراطي ونصف جمهوري. كيف تفسر ذلك؟ اسمح لي أخي الفاضل، اسمح لي وأنا أتيك. وعندما ضغط الجمهوريون لا مفر للديمقراطيين من أن يصوتوا على هذا القرار، وحتى ذكرت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي أن أوباما لم يضغط عليه إطلاقا لمنع تجاوز الفيتو الرئاسي في قانون العدالة ضد رعاة الأرهاب. وهذا واضح جدا أن هناك مسألة انتخابية، وأنا أعتقد بعد الانتخابات سوف تتغير كثير من بنود هذا القانون، لأنه سوف يضر بالمصالح الأمريكية كما ذكرها أوباما على قناة CBC، وقال إذا يعني منحنا المجال للأفراد بمقاضاة الحكومات يعني فإن سوف يسمح للدول أيضا بمقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية وأفراد الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا يا أخي الفاضل وأستاذي الفاضل أن في الفقرة الخامسة من حق هذا القانون يسمح حتى لأي موظف في الدولة أو وكيل حتى وأن ترك منصبه أن تعاد محاكمته مرة ثانية أمام القضاء والمعاملة بالمثل أيضا من أي دولة أخرى. فلذلك هذا القانون فوضوي أكثر مما هو قانون، يعني ممكن كما يقال أنه ضد رعاة الإرهاب. قانون فوضوي لأن قوانين الأمم المتحدة لا تسمح بخرق سيادة الدول الأخرى، وكما قلت أنه بالمادة 2.333 في بند 18 من قانون حتى الولايات المتحدة الأمريكية هو يؤيد ويقر بسيادة الدول. فكيف اليوم يحاول أن يغير هذا القانون بقرار أو مادة 16.03 بتغيير هذه الفقرة ليكون يسمح له بخرق قوانين وسيادة الدول الأخرى. طيب لذلك يعني لجأ الديمقراطيون مجبرين. طيب كل هذا نحن ناقشنا هذه النقطة بالضبط. يعني أريد أن أسأل الآن وأربط هذه النقطة بسؤالي الآن لأستاذ مخلوف ساحل. أستاذ، كل هذه الضغوط وهذه الاستراتيجيات الجديدة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ألا تدفع المملكة العربية السعودية لإعادة حساباتها وعلاقاتها وأيضا تحالفاتها سواء الإقليمية أو العربية؟ نعم، أنا أولا أتفق مع الأخ في الولايات المتحدة من السعودية على أساس أنه هذا القانون حقيقة سوف يخلق فوضى قانونية على المستوى العالمي، بل أكثر من ذلك.
أقول بأنه هذا القانون يتعارض مع قانون أمريكي سابق وهو باتريوت أكت الذي وضع لحماية أفراد الجيش الأمريكي على أساس أنهم يتحركون على المستوى العالمي، وهو السبب الذي دفعهم إلى كما قلت في البداية الأخ عبد الله أنهم كانوا من بين مؤسسي المحكمة الجنائية الدولية، وحينما بدأت الأمور تكون وصلت وبلغت الجدية انسحبوا حتى من توقيع، بمعنى كانت دولة موقعة منشئة وموقعة ثم انسحبت حماية لأفراد جيوشها. أكثر من ذلك الأخ عبد الله، الآن بإمكان أي دولة أخرى أن تصدر قانونا مماثلا وتستند على تمنح لمواطنيها مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية إذا تطلب الأمر ذلك، إذا قامت الحجة كأساس لذلك. الشيء الآخر الأخ عبد الله، إجابة على سؤالك، السعودية أيضا من حقها أن تدافع عن نفسها وتدافع عن مصالحها، بمعنى لها خيارات، وهو محق أيضا الأخ فرات حينما أشار بأنهم بإمكانهم أن يتقربوا من الصين، وأكثر من ذلك تلاحظ أنه مباشرة بعد التوافق الأمريكي الإيراني ماذا حدث؟ السعودية تقترب بشكل مباشر وبشكل علني من روسيا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه السعودية تريد أن ترسل رسالة نعم للولايات المتحدة الأمريكية على أنها بإمكانها هي الأخرى أن تفكر في مصالحها وتقيم علاقات استراتيجية مع دولة مهمة مثل روسيا. هذا ممكن روسيا التي عادت بقوة إلى المشهد العالمي من خلال الملف السوري، من خلال الملف الأوكراني، والصين أيضا تبقى خيار استراتيجي مهم بالنسبة للسعودية. أستاذ فرات، هذا ممكن؟ طبعا يا اخي الفاضل، نحن لا ننسى انه ثلثين اقتصاد العالم يقع في المحيط الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي، وايضا في الجزيره العربيه، وايضا هناك اهم ممرين بحريين، مضيق هرمز وباب المندب، تقع على مشارف ومرأى من مجلس التعاون الخليجي. ايضا لا ننسى ان مجلس التعاون الخليجي تفوق يعني ميزانيته السنويه او انتاجه السنوي الى 1 تريليون يعني 1 تريليون و600 مليار دولار. نعم. يعني اكبر من ميزانيه الصين وفرنسا ميزانيه بريطانيا وفرنسا مجتمعتين. هنا نتكلم عن قوه اقتصاديه. اليوم ليس حرب صواريخ وليس حرب مدرعات او دبابات. نعم. في 2009 كادت الولايات المتحده ان تسقط في الفخ وان تفلس لولا رفع صندوقها السيادي من 12 تريليون اعتقد الى 16 تريليون. نحن نتكلم هنا عن السعودية تعتبر دولة اقتصادية عظمى وليس دولة من ضمن دول ال20 وليس دولة بسيطة. هناك مجلس التعاون الخليجي، وإذا ما فكر يعني ربط الريال بالدولار سوف يتضرر الدولار كثيرا. يعني أستاذ فرات، تحدثنا عن هذه النقاط. أنا سألتك عن التحالفات، وسألتك عن النقطة التي أثارها الأستاذ مخلوف ساحل عن التقارب السعودي الروسي بعد هذه الضغوطات الأمريكية. هل يمكن أن تنفتح المملكة العربية السعودية على تحالفات جديدة أو تحالفات قديمة وتحييها؟ نعم يا أستاذ عبد الله، بالضبط هذا سؤال وجيه جدا واشكرك على هذه. نحن لو لاحظنا يعني الجولات المكوكية الأخيرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع، يعني كانت في عدة دولات من ضمنها يعني روسيا، ومن ضمنها الصين، ومن ضمنها فرنسا، وكثير من الدول الأوروبية والشرق آسيوية. وكانت هناك واليابان على ما أعتقد، وكانت هناك في صفقات كبيرة جدا، صفقات تجارية وصفقات يعني تسليحية. وايضا هناك يعني اعتقد منذ عام كانت هناك صفقه اسلحه ب 12 تريلون يعني وقعها. طيب هذه الصفقات استاذ فرات، هذه الصفقات وهذا التعاون كيف يمكن ان ينعكس على التعاون السعودي العربي وايضا على مختلف الازمات التي تعيشها الدول العربية؟ نعم يا استاذ عبد الله، نحن لو لاحظنا ان المملكه العربيه السعوديه مشتها الى الجميع، ويعني انشات التحالف العربي وايضا التحالف الاسلامي، واستضافت التحالف الاسلامي باكثر من اعتقد 24 دوله في المملكه العربيه السعوديه، واقامت اكبر يعني مناوره في الشرق الاوسط ولاول مره على مستوى العالم.
ويعني مدت الجميع واعتقد كونت هناك غرفه عمليات وهذا التحالف يعتبر ليس تحالف بسيط وليس تحالف اسمي وكما ذكر البعض انه تحالف سياسي فقط. لا، هناك اتصالات وهناك تواصل وهناك مناورات، وهذا المملكه العربيه السعوديه قد يعني ساعدت ومدت الكثير بالمساعدات منذ حتى قبل هذه الفتره وقبل هذه الفوضى التي انا اكدت عليها حتى منذ اكثر من سنه على احدى القنوات التلفزيونيه، وذكرت انه لابد لان لدول المنطقه العربيه بصوره عامه ان تغير استراتيجيه وجغرافيه تحالفاتها الدوليه، وان انا نقول انه تعادل الولايات المتحده الامريكيه تبقى الولايات المتحده الامريكيه دوله عظمى لا يمكن الاستغناء عنها، لكن لا يمكن ان نتكئ عليها لانه احنا لاحظنا يعني الكيل بمكيالين، وكانت هناك صفقه واضحه مع ايران لانهاء ملفها النووي مقابل هذا النفوذ الايراني في المنطقه، مد النفوذ الايراني مدعوما بالولايات المتحده الامريكيه. وصلت الفكره استاذ فرات، وصلت الفكره استاذ فرات. فقط هذا استاذ عبد الله، فقط هذه الفقره بثواني. ونحن نلاحظ كيف الميليشيات في العراق وفي لبنان وفي سوريا كيف تفعل وماذا تفعل بغطاء جوي امريكي، وهذا كان واضح جدا، ومن حق المملكه العربيه السعوديه ان تدافع عن نفسها وان تفتح تحالفات اخرى. حسن تفضل. السعوديه عندها ميليشيات في سوريا، جبهه نصره مثلا. الولايات المتحده الامريكيه صرحت اليوم انها لم تقاتل جبهه نصره لان تعرف انها تابعه لمراعاه من طرف العربيه السعوديه. لازم نكون منصفين، حتى السعوديه حتى قطر عندها يعني ميليشيات عسكريه في سوريا، ليس فقط ايران. لا يا اخي، لا يوجد النصره. اول من حارب النصره وغير النصره القاعده من حاربها ومن هم مطلوبين على قائمه المملكه العربيه السعوديه هم من هؤلاء وموجودين ومطلوبين على القائمه الدوليه، واعتقل كثير منهم وسجن. المملكه العربيه السعوديه وتركيا وقطر هي تدعم الجيش الحر منذ بدايه الثوره السوريه ومنذ مقتل يعني قيام بشار الاسد بضرب الشعب السوري، وهذا معروف وواضح ومن لا عفوا، ولكن لا ننسى انه حتى في المفاوضات الاخيره من احتضن الاجتماع كل المعارضه السوريه في السعوديه وذهبت. طيب استاذ فرات، حتى لا ينحرف النقاش استاذ فرات، النصره او غير النصره موجوده. استاذ فرات، حتى لا ينحرف، نحن نتحدث الان عن تاثيرات هذه الضغوط الامريكيه على المملكه العربيه السعوديه وعلى سياساتها الخارجيه وايضا تحالفاتها الخارجيه. استاذ حسن تفضل. نعم بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، هي اعتقد هذه الصفقه اللي ذكرتها انا بينها وبين ايران كانت يعني جعل ايران لها منافذ في المنطقه العربيه بصوره عامه، وهذا اصبح واضح من خلال الغطاء الجوي والغطاء حتى السياسي للميليشيات في المنطقه، ولذلك المملكه العربيه السعوديه من حقها ان تدافع عن نفسها. نحن لا ننسى. طيب هذا واضح وصلت الفكره. واسمح لي فقط بهذه الفقره، اسمح لي بهذه الفقره. تفضل استاذ. وذهب الحوثيون من شمال اليمن الى جنوب اليمن، وكانت الطائرات الامريكيه ترى كل شيء حتى تجعل محافظات جنوب اليمن قواعد لايران لضرب المملكه العربيه السعوديه والمنطقه العربيه والخليج العربي بصوره عامه. وهذا كان واضح. فهل يمكن لميليشيات مثل الحوثيين ان تحتل دوله كامله من الشمال الى الجنوب ولا تتحرك الولايات المتحده الامريكيه ولا تعرف هذا الشيء؟ فمن حق المملكه العربيه السعوديه ان تدافع عن نفسها. يعني هنا اريد ان اسال، وصلت الفكره استاذ فرات حتى نستثمر الوقت، بقت معنا حوالي 3 أو 4 دقائق فقط. استاذ حسن، بالنسبه لهذه التحديات الامنيه الكبيره التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه، كيف يمكن ان تجابهها الان في ظل التقارب الامريكي مع إيران وأذرع إيران في المنطقة؟ صحيح أن نقول أن إيران عندها ذروع في تقريبا حوالي 3 بلدان في الشرق، فمثلا في لبنان، في اليمن، في العراق، هذا معروف. ولكن حتى السعودية لنكون منصفين، حتى السعودية عندها يعني أذرع في كل هذه البلدان. نتحدث الآن عن الخيارات المطروحة أمام المملكة العربية السعودية. الخيارات حتى نستثمر الوقت أستاذ. أنا أظن في إطار إعادة الخريطة الجيوسياسية في المنطقة، فالولايات المتحدة اختارت
فرات، وهذا يعني خيار استراتيجي أن يكون لإيران دور بارز في المستقبل. ربما أظن أنا منافس الدور السعودي، منافس بل ممكن أكثر من منافس، أكثر ممكن جدا أن إيران ستكون أكثر أهمية بالنسبة يعني الأهداف الحيوية للمصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية. لا أعرف، أعتقد ذلك. هذه قراءة. إذن يعني العربية السعودية كأنها تريد أن تبقى الحليف الاستراتيجي الوحيد للولايات المتحدة، ولكن أمريكا رأت أن من مصلحتها أن تدفع بإيران إلى زمرتها، فهذا يعني يدخل في إطار يعني الحسابات الأمريكية. لا أقول أنه إيجابي، ولكن أنا أظن أن العربية السعودية حتى كل الدول العربية بما فيها الجزائر تريد للعربية السعودية كدولة اقتصادية قوية أن تتقرب أكثر من الدول العربية، وأن يكون لها دبلوماسية هادفة بالنسبة للدول العربية. عندما تقنبل دولة عربية أخرى جارتها وهي إيران وهي اليمن، ويقول أن كيف للحوثيين أن يسيطروا على بلاد، فالحوثيين هم يمنيين ليسوا إيرانيين الحوثيين. إذن لا قنبلة بلد شقيق ليس بحل. حسن، نبقى في السياق. أستاذ مخلوف ساحل، نحن تكلمنا عن الحوثيين، نعم أنهم عرب ولا ضير أنهم يشاركوا في بلدهم ومن حقهم، ولكن لا يكونوا عملاء لإيران كما حزب الله. نحن عرب، علينا أن نكون عرب ولا نكون ولاءنا لإيران كما ذكر الآن الحوثيين. ماذا أسلحتهم، ماذا مكتوب، يعني ماذا يكتب عليها؟ طيب أستاذ، وتصريحاتهم ماذا، يعني انتمائهم إلى من؟ هذا يا أخي واضح. لماذا نحن يعني لا نتكلم الحقيقة؟ حتى في ليبيا هناك عن ميليشيات أخرى، حزب الله واضح. ولماذا جاءت الجيوش والأسلحة القطرية والإماراتية إلى ليبيا مثلا؟ لماذا في 2011 من أحدث ما حدث في طيب حتى نبقى في موضوعنا حسن، يعني حتى نبقى في موضوعنا. أستاذ فرات، سأسأل الآن أستاذ مخلوف ساحل عن النقطة التي أو السؤال في نفس السياق الذي سألتك حوله قبل قليل أستاذ مخلوف كسؤال أخير. نتحدث الآن عن إمكانية تغير الاستراتيجية السعودية الخارجية أو السياسة الخارجية السعودية بعد هذا القرار، أم هو مجرد حسابات وضغوطات عابرة مؤقتة؟ كسؤال أخير أستاذ، ولو سمحت بسرعة. نعم نعم في المرحلة الأخيرة أنا أعتقد إنه أستاذ فرات، السؤال موجه إلى الأستاذ مخلوف ثم سنمر إليك. ما في مشكلة، تفضل أستاذ مخلوف. لا أستسمحك أستاذ فرات. أنا سبق لي وأن أشرت بأنه بإمكان السعودية أن تتخذ من ما تراه مناسبا للحفاظ على مصالحها لكي تختار ممكن حلفاء جدد. رأينا ذلك في التقارب السعودي الروسي. قد نضع فرضية أخرى ونقول قد يكون هناك تقارب سعودي صيني يبدأ أساسا على أسس اقتصادية وقد يتحول إلى أبعاد أخرى. هذا من جهة. في اعتقادي لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستغني على السعودية في المنطقة، ولا يمكن للسعودية أن تستغني عن علاقتها مع أمريكا. وبالتالي في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا التقارب مع إيران والتباعد التكتيكي مع السعودية هو في الواقع من أجل خلق تنافس. هذا التنافس هو سوف يؤدي إلى لعب أدوار محددة إقليميا بالنسبة لكل من السعودية وإيران، خدمة للتوجه الاستراتيجي الجديد للولايات المتحدة الأمريكية منذ 2012. وهذه نقطة مهمة جدا أريد أن أؤكد عليها الأخ عبد الله، أنه منذ 2012 الاستراتيجية العسكرية الأمريكية وحتى الأمنية موجهة أساسا إلى آسيا، وهنا قصد احتواء المد الصيني والعودة الروسية. الهدف الاستراتيجي الثاني من خلال تغذية هذا التنافس الإيراني السعودي، الولايات المتحدة الأمريكية تضمن سلامة وأمن إسرائيل. شكرا جزيلا. بقت معنا حوالي 20 ثانية. تفضل أستاذ فرات. نعم، بالنسبة للتحالفات الحديثة، أنا كما قلت أنه المملكة العربية السعودية منفتحة على كثير من الدول، وأيضا حتى سمعت القمة العشرين الأخيرة منذ شهر تقريبا كان هناك اتفاقات عديدة قام فيها سمو ولي العهد، وأيضا الآن سمو ولي العهد اليوم كان في تركيا أو أمس كان في تركيا، وكان هناك في بعض الاتفاقات. فلذلك المملكة العربية السعودية منفتحة حتى على روسيا وعلى دول شرق آسيا
ولذلك من حق المملكة العربية السعودية أن ترى مصالحها أينما تكون، وهي لم ترفع يدها في يوم ما عن أي دولة عربية، بل بالعكس هي بتواصل مع كل الدول العربية. ونرى السياسة الخارجية المملكة أنها تحاول أن تحافظ على العلاقات العربية من خلال الجامعة العربية أشكرك. أو حتى خارج الجامعة العربية. شكرا. أفضل للجميع تأسيس البيت العربي، أفضل للجميع عسكريا أو سياسيا. شكرا جزيلا لك أستاذ فرات البسام، رئيس تحرير صحيفة أنباء اليوم السعودية. كنت معنا من مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية. كما أشكرك في ختام هذا العدد أستاذ بروفيسور مخلوف ساحل، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر والمحلل السياسي. أشكرك أيضا أستاذ حسن مدير تحرير صحيفة لوطون دالجيري. أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في برنامج الحدث الدولي. أجدد شكري للأستاذ مالك عزوزي خبير القانون الدولي الإنساني، كان معنا من مدينة قالما شرق العاصمة الجزائرية. أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، والسلام عليكم.